حملة محاربة المحتوى الهابط تحاربت بحملة أخرى بحجة الحرية. أبرز اللي حاربوها كانت حجتهم إنه الحملة مو أخلاقية لأنها ضد الحرية، والأخلاق ما تجي بالإجبار، تجي بالحرية. بس حدود الحرية وين؟ يعني إذا شخص يريد يطلع بدون ملابس بالشارع، هاي حرية؟ لو شخص يمنع شخص آخر من الإدلاء برأيه، هاي حرية؟ يا أعزائي، الحرية هي إنه تسوي أي شيء يعجبك بدون ما تضايق المجتمع. يعني اقعد ببيتك وسوي اللي يعجبك، ولا تفرض وضعك على آخرين، وإنه تكون أفعالك ضمن قانون الدولة اللي أنت عايش بيها. اللي صار بهاي المشكلة ضاعت القصة بين تطرف الدولة بالعقاب وإسفاف المثقفين بالدفاع. يعني الدولة كان لازم تخلي لوائح واضحة لتنظيم عمل المشاهير المستقبلي، مو تحاسبهم بأثر رجعي على شيء ما بيه قانون ينظمه. والغريب الدولة حاسبت بس المشاهير الضعفاء، أما اللي يهددون بالضباط والميليشيات بفيديوهاتهم ما حد وصل لهم. والسادة بهيئة الإعلام والاتصالات حطوا لائحة تنظيمية عجيبة غريبة. حسب هاي اللائحة إذا واحد تنفس راح يشيل سنتين أعمال شاقة. قولوا لي اللي ياكل شيبس شي يسووا له؟ إحنا لا مع الإفراط ولا مع التفريط. القصة تدار بورش توعوية وندوات حوارية حتى نقدر نوصل للائحة تنظيمية عادلة ما تكمم الأفواه وتحفز الناس على الإبداع بالسوشيال ميديا. بس أهلا بكم بالعراق. بلوبيري، المستقبل يصنعه المؤثرون.